بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبداو الوصفه جديده نقول لكم، يعني حبيت نقول لكم ملاحظه صغيره. اشتركوا معنا في قناتنا باش يوصلوكم فيديوهات جدد. نبداو هنا. اولا عندنا الوصفه اللي راح نديروها اليوم هي التكتوكه تاع البصل والطوماطيش والطرشي. هي تكتوكه تاع الطرشي بالبصل والطوماطيش، طرشي بالبصل والطوماطيش اللي معقوده بالبيض. الحاجه الاولى واش نبداو، كيفاش نبداو. عندنا هنا الطرشي اللي كنت نقيته، انا قطعته ووجدته. دوك نوري لكم كيفاش يعني نقطعوه. عندنا البصل 2 حبات متوسطين، عندنا الكيري، عندنا العكري، وعندنا الكزبر يابس، وعندنا الملح، وعندنا فلفل ابيض، وعندنا هنايا القرفه، وعندنا الزيت، عندنا 2 سنينات تاع الثوم وعرف تاع التان، يعني غير شويه ماشي بزاف، وعندنا طوماطيش اللي تكون مقطعه اون بتي مورسو. الحاجه الاولى باش نبداو عندنا واحده اخرين، عندنا 2 بيضات، وعندنا الفرماج غريير اللي باش نسحقوه في الاخر. بسم الله نبداو. الحاجه الاولى عندنا هذاك البصل اللي هو كنا قطعناه. هنا نوري لكم كيفاش درنا هذا البصل، كيفاش قطعناه. البصل نقطعوه هاك، هاي كيفاش نقطعوه. ما نقطعوش مرصوات صغار، نقطعوه هكذا باش يبان في التكتوكه هذيك. هاي هنا، هاي اللي نكملوها كامل هكذا مقطعه. بعد كيك هذا البصل هذا نضيفوا له شويه زيت وندوه للنار يتقلى شويه، ومن بعد نشوفوا كيفاش. كيما راكم تشوفوا هاوليك، هنا درنا البصل، يعني هنايا كي درناه ذوبناه في الزيت غير شويه، ماشي خلوش يذوب كاع يديك. واش نديرو؟ نضيفوا له هذاك الطرشي اللي كنا قطعناه. دوك نوري لكم كيفاش قطعناه هكذا. هاي كيفاش نقطعوه الطرشي، نقطعوه هكذا، نقطعوه ها هو هكذا، نقطعوه مدور، نرموه، نضيفوه لهنايا، نضيفوه لهذا البصل. هنا يعني سهله هذه الطريقه تاعها، ما فيهاش كاع يعني خدمه بزاف، مليحه وبنينه حق. هاي ليك. دوك هو كي نديرو هكذا ويدوب، كي يحق للنار يبدا يسخن يدوب. نزيدوا له، نضيفوا له الطوماطيش اللي كانوا 2 حبات، قلنا متوسطين ماشي بزاف كبار. هنا هاكو، نحطوه هكذا. هذيك الطوماطيش هنا نديروا ملاحظه، هنايا ما كاش الماء، ما نديروش كاع الماء، خاطرش عندنا الطرشي يطلق الماء والبصل يطلق الماء. هنا ما نسحقوش، ما نديروا الماء. دوك نديروا هذاك الزيبيس تاعنا. نديروا عكري هاوليك مغرف شويه، نديروا الكزبر يعطيلو نكهه مليحه. نديروا شويه تاع القرفه ماشي بزاف. نديروا الكركم تاع شويه، نزيدوا الفلفل الابيض، والملح. عندنا الملح نديروا شويه ومن بعد ندوقوها في الملح باش ما تجيناش مالحه بزاف. وهذا ومن بعد كي ندوها نعاود نردوها فوق النار حتى يذوب هذا الطرشي ويذوب الطوماطيش يذوب. ومن بعد واش نديروا؟ نضيفوا لها الثوم ونضيفوا لها التان هذا اللي نكونوا غبان حينا له الاخر تاعو، نزيدوا له ونضيفوا لها سنه تاع الثوم، نخلوها تكمل، ونزيدوا لها طوماطيش تاع البايط قيس مغرف، تكون متوسطه ماشي معمره، ونخلوها تكمل شويه، تكمل في هذاك لاصوص تاعها حتى نتعقد. ومن بعد تشوفوا كيما راكم تشوفوا. ها هي التكتوكه تاعنا، هاي ليك عدات ما درناش الماء. هاي كيفاش ولات فيها لاصوص. واش نديروا لها دوكا؟ نضيفوا لها هذيك طوماطيش قلت لكم مغرف تاع البايض، يا مغرف ماشي معمره، نورمال مغرف، ديروها لها.
نسكرفجوا لها هذوك، نسكرفجوا لها السنينات تاع الثوم، نزيدوا لها هذوك 2 سنينات تاع الثوم هنا هكذا. ونضيفوا لها هذاك التاء، نديروا نحوه هكذا نغسوه هكذا، ومن بعد نخلطوها مليح هذيك الطوماطيش باش تدخل لداخل هذيك التكتوكه هنايا. وهنا ندوقوها في الملح، لا صفناها ناقصه ملح نزيدوا لها الملح. هنا خلوها تكمل طيب هذيك الطوماطيش، هنا طيب غير شويه، ما تجيش بزاف، يعني ما تزيدش طيب بزاف باش ما يبانش كامل، لازم يبان هذاك الطرشي وهذاك البصل وهذيك الطوماطيش تكون دايبه. ومن بعد تيك كي تكمل هاي خليناها عاد 5 دقائق ولا مع النار، ومن بعد نضيفوا لها هذاك البيض. شوفوا كيفاش نضيفوا لها البيض مع الفرماج كما راكم تشوفوا. هاي ليك هاي التشوكه تاعنا طابت. دوك واش نديروا لها؟ نحكموا هذاك البيض، نديروا له نخلطوا له الفرماج، البيض هذاك نخلطوا له الفرماج كغيير، نرطيوه ها هو نرطيناه نخلطوه، ومن بعد تيك نستفوه نفرغوه نضيفوه هنايا فوق هذه التكتوكه. هاي ليك هاي هكذا، يعني والله غير بنينه، وجربوها ومن بعد ديروا لي كومونتير ان شاء الله تعجبكم. نخلوها شويه تغلي باش يعقد هذاك البيض، ومن بعد نوريكم كيفاش هاي التكتوكه تاعنا طابت، وان شاء الله تكون عجبتكم. ولا حبيتوا وصفات جديده شاركوا معنا في القناه. نتمنى لكم